هذاك تيك توك اللي بزاف منكم ما كيحملوهش حيت رجع عامر غير بالشوهه، والاول مره من نهار عرفناه غادي تكون منه الكاينه، وغادي يكون سبب في واحد الحدث اللي غادي يخلي دماغك يحبس من هول الصدفه وماشي الصدمه. والله عندي خيات وعندي خوت، انا عندي 12. ايه كيف كتسمعوا صدفه اشبه بالخيال، وهي فاش واحد السيده غادي تلقى عائلتها من بعد 44 عام وغادي يدخلوا عندها وهي فاتحه لايف تيك توك. دراما هربانه على الافلام التركيه ولكن واقعيه، فخليكم معايا تعرفوا اش واقع في الدنيا. نتوما مالكم ديما زربانين؟ ام صغيره ليبيه الاصل عندها 14 عام، كانت حامله ومشات تزور واحد اختها في مدينه بنغازي الغنيه عن التعريف، وتما شدها الوجع ديال الولاده فهزوها طاروا بها داوها للطبيب. ومنين شافوها وهي في هذاك السن الطاقم الطبي كامل اجمع ان الولاده ما غاديش تكون سهله، ومع ذلك داروا مجهودهم وولدت الام ولاده طبيعيه، ولكن غيبت من بعد المده طويله. وفاش حلت عينيها سمعت جوج كلمات: الحمد لله على سلامتك والبركه في راسك. البنيه مشات عند الله. كيفاش مشات عند الله والاب ما شاف بنته ما عطاوه شهاده ميلاد ولا حتى شهاده اخرى من غير الورقه ديال الخروج من السبيطار؟ هنا غتبدا القصه ديال حنان المقوب، بالضبط نهار 22 فبراير 1981 فاش تهزت من السبيطار اللي تزادت فيه ودارت في وسط كارطون وتحطات حدا الباب ديال واحد المسجد في مدينه بنغازي، ومن المسجد تهزات وتحطات في الخيريه. وفي الخيريه غادي يعطيو ليها اسم فردوس مصطفى. غادي تقولوا كيفاش فردوس مصطفى وانتي قلتي سميتها حنان المقوب؟ وشكون هزها من السبيطار وحطها حدا باب الجامع؟ مازال غتعرفوا التفاصيل كامله، حنا غاديين دقه دقه باش تفهموا القصه اللي رجعت حديث الساعه حاليا. هاد حنان المقوب كبرت مع العائله اللي تبناتها واللي مكونه من ام واب ضرير، يعني ما كيشوفش مسكين، وكانت هي عينيه مهلي فيها ومهليه فيه هو وامها، وبقات الحياه زوينه وكل شيء على خير وبخير حتى النهار اللي غيديموا الامانه امانته ووالديها بالتبني غادي يمشيو عند الله. فشنو غيوقع من بعد؟ جا الربيع العربي في بزاف ديال الدول العربيه واللي من بينهم ليبيا، وتما هي بدات التدوينات ديالها في الفيسبوك كناشطه حقوقيه، وحيت هي انسانه قاريه ومثقفه وبكثرت ما كان عندها حب النضال وكانت كتمتلك الصوت الاذاعي تعرضوا عليها بزاف ديال الفرص، وكانت هذيك هي نقطة التحول ديالها، بحيث خدمات مذيعة في التلفزيون الليبي وبالضبط في إذاعة وسط WTV، وهي حاليا إعلامية مستقلة وكتطلع مرة لايفات في تيك توك، وتما دارت برنامج ديالها سماتو تعال نحكي لك، واللي فيه كتجمع مع المتابعين ديالها اللي عارفين قصتها حيت فايت ليها حكاتها بالتفصيل في واحد البودكاست دارتو هذه عامين في واحد القناة في يوتيوب. هلي اللي تبنوني بعد ما ربي من عليهم بحنان حسوا ان هذا حن من الله فسموني حنان. يعني حنان فاش مشات للخيريه كانت مجهوله الهويه فعطوها لقب فردوس مصطفى، ولكن السميه ديال حنان المقوب عطاتها ليها الاسره اللي تبناتها ودارتها وحده من ولادها، وبقات معاهم ما عارفه والو حتى لواحد النهار وهي في المدرسه وغادي يعاودوا ليها كل شيء. ماما كذبت علي اجمل كذبه لمراعاة مشاعري، حاولت تحميني، حاولت أن تراعي مشاعري، لأن الحقيقة فجة، الحقيقة صعبة الحق. من التخلي للتبني الإنسانة خدمات على الجانب النفسي ما يمكن باش تحقق ذاتها وتكون ناجحة في المجتمع، وتبين أنه حتى حاجة ما تقدر تمنع الإنسان يحقق ذاته، وقدرات بفضل الذكاء ديالها تشغل منصب صحفية في التلفزيون الليبي. ولكن بحكم الأوضاع اللي ما كانش مستقرة في ليبيا من بعد الربيع العربي وديك الشيء اللي وقع اللي بلا ما نعطيكم التفاصيل ديالو حيت ما عنديش مع السياسة، المهم بالعربية الناس اللي كانوا ضد التيار ديالها ناضوا جبدوا ليها الأرشيف واكتشفوا أنها هي بنت الخيرية. والديها بالكفالة توفاو وطالبوها باش ترجع للخيرية وخا هي عندها 26 عام في هذاك الوقت، حيث حسب القانون الليبي البنت المتخلى عنها ما كتخرج من الخيرية إلا لدار راجلها ولا القبر. بينما المغرب غير دير 18 عام خاصها تكون كونات راسها وتخرج تبني مستقبلها بعيدا عن المؤسسة. وبصراحة القوانين بجوج خيارين أحلاهما مر، حيث في ليبيا وكيف ما اعتبرته حنان هذاك سلب للحرية، وإنما في المغرب بزاف ديال البنات اللي ما كيقدروش يحققوا ذاتهم في مؤسسة الرعاية الاجتماعية غير كيوصلوا ل 18 عام كيلقاو راسهم في الشارع. ولكن الحاجة الزوينة حاليا أن الدولة في إطار تطوير واحد البرنامج سميتو إدماج اللي كيساعدهم باش يدمجوا راسهم وسط المجتمع، يعني باش يلقاو الكرا والخدمة حتى يوقفوا على رجليهم.
نرجعوا لموضوعنا واللي هو حنان والروينه السياسيه اللي كانت في ليبيا واللي خلات المعارضين ليها صافي حلفوا حتى يصفيوها ليها، وتما غادي تهز حوايجها وباتت ما صبحات ومشات استقرت في مصر ليومنا هذا. كيف ما قلنا السيده دارت برنامج في تيك توك اللي سميتو تعال نحكي لك. الصفحه ديالها فيها اكثر من 200 ألف متابع، حلقه مورا حلقه، وبالضبط في الحلقه 163 اللي كانت استثنائيه ماشي غير ليها لا وانما على كل شيء، حيت هذيك الصدفه اللي طرات في شكل بزاف. طلع معها واحد السيد وبقى كيحكي ليها قصه ديال اختو اللي من نهار ولدتها مو هذه 44 عام ما عرفوا عليها والو، واخا في الطبيب قالوا ليهم راها توفات، ولكن ديما مو كان عندها احساس انها راها باقا عايشه. تقعد كل فترة وفترة تقول بنتي حية، ما ماتش، بنتي حية ما يش، أنا أم نشر. حنان بقات كتسمع لهاد السيد وهي ما فراسهاش انه كيدوي عليها وكيقصدها بكلامه، ولكن واحد اللحظه فهمت انه المعنى عليك الحذر عينيك، وتم حنان هبطت من اللايف ومشات اتصلت بهداك اللي كان طالع معاها فيديو وهضروا وشافت امها وخوتها، ورجعت من بعد فيديوهات كلهم مخلطين بالفرحه والبكاء، وخلات كل شيء مصدوم من هاد الصدفه اللي طرات من بعد 44 عام. وين شافتها البنت اللي هي حست انها هي بنتها؟ والله شافتها في تليفونها يتقلبك وشافت القصة وشوقتها. صراحة ما تذكرش لا علاش ولا شكون اللي هزها من السبيطار ودارها حدا الباب الجامع، ولكن من خلال البحث ديالي تبين أنه في ذاك الفترة ديال الثمانينيات في ليبيا كان واحد التسيب، وخصوصا أنه الطواقم الطبية اللي كانت كتخدم في المستشفيات الليبية في هذاك الوقت ما كانوش ليبيين وإنما كانوا أجانب. ربما أمور سياسية، ربما أمور عائلية أو انتقامات داخل العائلة، الله أعلم، كل شيء غيتوضح مع الوقت، حيث هذا صراحة سؤال مهم ولكن مع الأسف ما لقيناش الجواب ديالو. المهم حنان اتفقت مع عائلتها باش يجيو عندها هما لمصر ويديروا تحليل لاديان، ثم غادي تتأكد من حقيقة هاد الأحاسيس اللي تجمعات في تيك توك، اللي ما كيجمعش غير الشطيح والرديح وإنما قدر يدير اللي ما داروش برنامج مختفون. تريح قلبي شويه لما كلمتهم فيديو كول وشفت امي وشفت خياتي وشفت خوتي، نستنى في جيتهم على حرم الجمر بيجوني كلهم هنا وبنعيد مع بعضنا اول مره نعيد. حنان ما هي إلا حالة من بزاف، بحال عندنا مثلا المؤثرة لبنى جوهري اللي فايت عودة القصة ديالها واللي حتى هي دارت مجهود كبير باش تلقى عائلتها البيولوجية، ولكن للأسف مازال ما كتاب. نتمنى تلقاهم وتعرف عليهم ونفرحوا معها حتى هي إن شاء الله. إذا وصلتي حتى لهنا رجاء خلي لي إعجابك بالفيديو وشارك معايا رأيك في تعليق، وإذا بغيتي تسمع تفاصيل المواضيع الرائجة بطريقة خاصة وتحليل مبسط ما تنساش تتابعني أنا فويس ليك. صوت مني ليك.